شايفين السلم ده؟ ركزوا كويس قوي لان اخر السلم ده حاجه كلنا محتاجينها دلوقتي وكلنا بندور عليها، وطبعا باحسن سعر لان ده المكان اللي بيبيع الجمله. انا فين يا جماعه؟ انا في العتبه وتحديدا في مكان اسمه كوم الشيخ سلامه، والمكان ده هو اللي فيه منبع الشنط، سواء مدارس سواء سفر، فيه كل تشكيله الشنط، والمكان ده بيبيع جمله وقطاعي. طبعا زي ما انتم شايفين في كل تشكيله الشنط اللي ممكن تتخيلوها، ومتوسط الاسعار هناك بيبتدي من اول 150 جنيه. طبعا حكايه ال 50 جنيه اللي ظهرت في الفيديو اللي كان انتشر ده، الكلام ده كدب يا جماعه، مفيش حاجه هناك ب 50 جنيه. اقل سعر شنطه هناك، وطبعا بتكون خامتها مش احسن حاجه، بتبتدي من 150 جنيه. دي مثلا عامله 220، اللي جنبها عامله 250، وهكذا. بس مش هي دي الشنط اللي انا رايحه اجيبها، انا رايحه اجيب حاجه تانية خالص، ومش رايحه اجيب من كوم الشيخ سلامه، انا رايحه اجيب من مكان تاني خالص. بس انا قلت اصور لكم المكان علشان الناس اللي حابه تجيب باسعار على قد الايد تروح المكان ده. تعالوا بقى مع بعض نتمشى ونروح المكان اللي انا رايحاه. انا رايحه فين؟ انا رايحه الدرب الجديد. طبعا تشكيله شنط السفر هناك كتيره جدا، وانا عن نفسي لما بحب اجيب شنطه سفر بلجأ للمكان ده اللي هو كوم الشيخ سلامه. انا بقى واخده بعض دلوقتي وفي اتجاهي للدرب الجديد، وانتم ماشيين اسالوا فين الدرب الجديد هيقولوا لكم. هنروح فين بقى يا جماعه؟ انا رايحه المحل اللي هناك ده اللي على ايدكم الشمال، وده معرض شركه جولدن باج اللي بنشوف شنطها في المولات بارقام فلكيه وباسعار غاليه جدا. هناك بقى هتجيبوها بفرق سعر كبير جدا، ده بالاضافه كمان ان في خصم حلو قوي مستنيكم. تعالوا مع بعض كده ندخل مقر الشركه واوريكم الشنط اللي انا رايحه اجيبها بالتحديد. انا دلوقتي في طريقي لمقر الشركه، شركه احمد محمود جولدن باج، اصحاب العلامه التجاريه بتاعه جولدن باج اللي بنلاقيها في المولات بارقام فلكيه. هنا بقى يا جماعه المنبع، وهم دول الموردين، وهم دول اصحاب العلامه التجاريه للشنطه الرهيبه دي. انا رايحه اجيب شنطه معينه وهي دي اللي رايحه المكان علشانها. طبعا بنستعرض مع بعض كده كل اشكال الشنط. الشنط كلها، كل شنطه من دول في امكانيه انها تبقى بترولي او من غيره. طبعا في فكره كده لذيذه هتعجب الولاد، ان الشنطه كل شنطه من دول ليها اكتر من شكل، يقدر الطفل من دول يغيرها لان هي ماجنتيك زي ما انتم شايفين كده، يقدر يخليها اكتر من شكل. وكل شنطه معاها مقلمه ومعاها لانش باج حلوه جدا حراريه زي ما هتشوفوا كده. بصوا كل شنطه معاها مقلمه ولانش باج حلوه قوي بتحتفظ بدرجه حراره الاكل. طبعا البنات في تشكيله هايله زي ما انتم شايفين كده. تعالوا مع بعض بقى نشوف الشنطه اللي انا رايحه لها مخصوص. هي دي بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم الشنطه دي انا جايباها عشان تكفيني كام سنه قدام، وعايزه اقول لكم كمان ان الشنطه دي بالضمان وفيها فكره عبقريه، وهو ده سبب ان انا رايحه اشتري منها اتنين. اول هام، الشنطه دي شنطتين في واحد، شنطه كبيره وبيجي معاها شنطه زي ما انتم شايفين كده بتركب بسوسته كده وتتفك. دي علشان مشوار بسيط، رايح النادي مثلا، رايح الدرس محتاج حاجه بسيطه، فكرتها حلوه جدا. ده بالاضافه ان تقسيمتها من جوه عبقريه، فيها مكان لو هيبقى فيه لابتوب. اما بقى الشنطه الترولي هناك حلوه قوي وتقسيمتها حلوه جدا، ده بالاضافه ان في منها اشكال كتير، كل موديل منهم فيه اكتر من 20 لون زي ما انتم شايفين كده. دي تشكيله طبعا انا بستعرض لكم المكان، مش شرط عشان اجيب حاجه معينه اصور الحاجه بس. طب ايه اللي بيميز الشنطه دي عن غيرها وليه انا رايحه المكان ده تحديدا؟ اول حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين الخامه عاليه جدا، وده بيخليها تستحمل وتعيش وتقعد سنين. تاني حاجه زي ما انتم شايفين السوسه دي مش موجوده غير في شنط السفر، انها تبقى موجوده في شنطه مدرسه معنى كده انها هتعيش. ده غير ان الفينش من جوه حلو جدا، وانا عن نفسي جربت الحاجات دي قبل كده، والشنط دي بتقعد بالسنين يا جماعه. انا اتفقت مع اولادي ان الشنطه دي هتكمل معاهم المرحله اللي جايه. ده غير كمان ان عليها ضمان زي ما انت شايفه كده. ده غير كمان ان اي حد هيروح من تبع الصفحه ليه خصم خاص، علشان كده اسالوا على الخصم اللي خاص بمتابعين صفحه بنت الغفير، واستفيدوا كمان من خامات الشنطه العاليه جدا. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لكم كل خير.